السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فراخ بطريقة تحت الشواية، طريقة سهلة جدا وجميلة، وطعمها بتبقى طعم الفرخة لذيذ جدا. تعالوا شوفوا معايا هنعمل ايه. اول حاجة هننضف الفرخة ونقطع الزيادات منها. هنقطع اللي هي الحتتين اللي في الضوفر والحتة اللي عند الزلموكة ونغسلها كويس، وبعد كده هنفتح الفرخة من ناحية الصدر، نشق نصين كده. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي. هنفتحها خالص ونحاول اي عظمه فيها نكسرها بايدينا. هنعمل لها محلول طبعا ملح وليمون، وننقعها فيها قبل ما نخلص الخضار بتاعنا، بصل وطماطم. تعالى اوريكم انا بعمل ايه البهارات اللي بعملها للفراخ واللحمه. فلفل اسود في المطحنه بطحنه، بص الكميه اللي بحطها ماشي. الفلفل الاسود بحطه اضعاف الحبهان، والحبهان بحطه ايه، حبة صغيرين يعني. لو بحط الفلفل الاسود نص كوباية، احط الحبهان ربع كوباية. وطحنيه دي خليها للحمة والفراخ، بس فلفل اسود بس وحبهان بطحنهم. عايزه اقولك الحبة دولت ممكن تقعد معايا شهرين حسب ايه الاكل بتاعك. بصي هي طحنتهم مع بعض وهحطهم دلوقتي. بص، حطيتي قطعي بصل المرتة بتاعت اللي هنعمل بيها وفلفل وحتة قرن فلفل. عندك فلفل رومي حطي، ومعلقة كبيرة ايه فلفل اسود على حبهان. وادي نازلة عليه بالملح. دي المرتة اللي هحطها للايه، ادي ايه الفرخة اهي فتحتها اهي، مرتة احطها للفرخة. صلوا على النبي يا حبايبي. بصوا دخليها بقى ايه، عايزاكم كده ايه تدخلوها جوه اللحم نفسه، وجوه الجلد. بس اي حته تلاقيها مفتوحه حطيها فيها بايدك كده. افتحي كده وحطي بالسكينه، افتحي وحطي الفراخ لو مش قادره تفتحي بايدك. بصوا انا اكني بدكك حاجه يعني. بصوا عشان طعمها يبقى لذيذ وجميل. انتوا شايفين انا بعمل ايه صح معايا لغايه دلوقتي؟ اكله عايزه اقول لكم روعه روعه. امي الله يرحمها هي اللي علمتهاني، ربنا يرحمهم جميعا يا رب العالمين. هقشر البطاطس. هتقولي تعملي ايه بالبطاطس دي؟ هنقليها عشان نحطها. هتشوفوا دلوقتي هحطها تحت الفرخه. هحط الفراخ. انا مش عايزه احرق لكم، تعالوا حاجه حاجه نعملها وبعدين ايه نشوف هنعمل ايه. هنقطع البطاطس ونقطعها صوابع. بص كأنك بتقليها عادي، اللي هي زي بتاعه الفطار. بصي هقليها وهوريكم انا هعمل ايه. اكله بجد روعه 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 روعه. ما تنسناش يا حبايبي في الاشتراك واللايك عشان يوصلكم كل جديد. بس انا بقطع كده البطاطس. معلش انا جايبها لكم ايه حركه حركه علشان برضو كان هبقى اولادنا الصغيرين يبقى ايه عارفين لان احنا خلاص بقى بتبقى احنا خلاص عرفنا الاكل دوت، بس برضو نعرف عيالنا الصغيرين. بس بقى هنعمل ايه رز حبه وحبه. ما تنفعش طبعا الاكله دي معاها مكرونه. انا من عشاق رز حبه وحبه اكتر من الرز الابيض. بس خلاص حمرت كده البطاطس ماشي.
الخطوه الجايه بقى هقول لكم هنعمل ايه. الخطوه الجايه دي بقى خلي بالكم منها جدا. بس انا حمرت خلاص البطاطس كده. ماشي. بيجي في الرز بعمله هوريه لكم حبه وحبه. بعد كده بنزل عليه الرز الابيض الباقي. طريقته سهله جدا. حط الملح على الرز، قلب جدا، شربوه من بعض. تيجي تغسلي الرز اغسليه في مصفى او جيبي له حاجه بلاستيكيه. انا كنت وريتها لكم قبل كده. بصوا والميه، بصوا المعيار بتاع الميه ازاي. يغطي بس الرز بحبه صغيرين عشان ما يعجنش منك. بصوا يعني شايفين؟ انتوا شايفين الرز صح؟ عشان ما يعجنش منك وبيطلع مفلفل وزي الفل. يعني عايزه اقول لك عقل الصابع بس ازيد من الرز. بس اول ما يتشرب الميه بقى اوطي عليه. تعالوا بقى شوفوا انا هعمل ايه. اول حاجه حطي الصينيه اللي تحت الشوايه عشان اي حاجه من اللي تنزل من الشوي ما توسخش الفرن. بص هحطها على الشوايه اهي شايفينها، وهشغل الشوايه من فوق. الشوايه مش الفرن، هشغل الشوايه لمده 10 دقايق كده بصوا. وبقلب بقيه الخليط في البطاطس المحمره اللي انا ايه، واحطها تحت واحطها تحت الفرخه تاخد الدهون بتاعه الفرخه والبهاريز. خلاص. بصوا لونها عمل ازاي. احطها ربع ساعه كده تحت الشوايه وربع ساعه الناحيه التانية. وكل ده بص الزيوت بتاعتها والدهون بتنزل على البطاطس بتخلي طعمها في منتهى الروعه. بصوا ادي الكبده بتاعتها والحوايج. هنزلها ايه تحت كده تحت في الصينيه. انا حطيت الصاجه اللي تحت ليه؟ عشان اي حاجه تنزل بره الصينيه ما توسخليش الايه الفرن. بس سهله ان انت تاخديها تحت الحوض وتغسليها بسرعه. بس انا هقلبها بقى الناحيه التانية. هتقولي بتستوي؟ اه والله بتستوي وتبقى جميله. ربع ساعه من الناحيه دي وربع ساعه من الناحيه دي. لقيتيها محتاجه سوا تاني اديها 5 دقايق كمان، بس عينك عليها عشان ما تتحرقش تحت الشوايه. لو الشوايه بتاعتك عاليه وطي الشوايه عشان تستوي كده وايه لحمها من جوه. وعايزه اقول لكم طعمها جميل وهوريها لكم. بصي الرز مفلفل ازاي مع حبه البطاطس اللي تحت الفراخ دي. عايزه اقول لكم والله روعه. جربوا. بصوا انا بفتح لكم الفراخ ازاي. بصوا حتى البطاطس من تحت استوت ازاي لو واخدين بالكم. كل ده من الشوايه، ما نفتحش الفرن خالص. اللهم صل على محمد. ايه رايكم؟ بجد روعه. جربوها هتعجبكم جامد جدا. بصوا افتحوا. فتحتها لكم اهي قدامكم. استنى اجيب لكم شوكه واوريها لكم. بجد والله روعه. جربوها. ربنا يرحم امي هي اللي علمتهاني. جميله جدا ومن الاكلات اللي معتمده عندنا بنحبها جدا وعيالي بيحبوها قوي. بصوا عايزه اقول لكم مهريه. بصوا انا بوريها لكم ازاي. بصوا مهريه ازاي. بصوا ما خدتش ساعه الا ربع. يعني جميله. عايزه اقول لكم جميله وشكلها حلو جدا. بصوا